وقف. كان فعلا في شيء بيتعمل. طلبنا منهم فاشترطوا علينا فقبلنا، ووصلنا معا إلى بيت القصيد. شكر مستحق على أي حال لطيران الخليج. كانت هذه أول مرة في حياتي أدخل فيها إلى قمرة القيادة، وربما تكون آخر مرة. غرفة ضيقة كهذه، وأجهزة معقدة كهذه، وأجواء مقبضة كهذه، شهدت معا اللحظات الأخيرة في عمر الطائرة المصرية. يعلم الله وحده والذين لا تزال أشلاؤهم في قاع المحيط ما دار في هذه الأجهزة وأمامها، ويعلم الأمريكيون ما شاء لهم الله أن يعلموه، ونعلم نحن ما شاء لنا الأمريكيون أن نعلمه. بهذا الأخير ما شاء لنا الأمريكيون أن نعلمه، جلست على المقعد نفسه المطابق لذلك الذي مات عليه مساعد الطيار جميل البطوطي. توكلت على الله، وعندما بلغنا من الارتفاع 33,000 قدم تعمدنا فصل الطيار الآلي. انطلق في قمرة القيادة هذا الإنذار المميز. أمسكنا بعصا القيادة وأرغمناها بكل ما أوتينا من قوة على وضع السقوط. زدنا سرعة الطائرة حتى اقتربنا من حاجز الصوت. أغلقنا المحركات واستخدمنا فرامل الهواء لتعزيز السقوط. قالوا لنا إن الطائرة سقطت من 33,000 قدم إلى نحو 19,000 في نحو 34 ثانية. لم نتمكن نحن من قطعها إلا في 53 ثانية. جربنا مرة ثانية، عادت إلينا ساعة التوقيت بالرقم نفسه. جربنا مرة ثالثة، عادت إلينا ساعة التوقيت بالرقم نفسه. ملف من المعلومات صنع في أمريكا، أدخلناه في جهاز صنع في أمريكا، لكن النتيجة لم تكن تماما أمريكية الصنع. النتيجة ببساطة هي أنه حتى إذا أراد أحد ما أن يسقط بالطائرة بهذه الصورة، لن يستطيع السقوط بالطائرة بهذه الصورة. ده لو الطيارة عملت كده يبقى عيب في الطيارة برضه. شوف بقى حضرتك، لو الطيارة عملت كده يبقى عيب في الطيارة، في سلامة الطيارة نفسها، لأن الطيارة المفروض إنها بتحافظ على سلامة الركاب، والبني آدم كتكوينه كبني آدم ما بيستحملش. ما ننساش حاجة واحدة، إنه أعلى مستوى في البلد دي طيارين. الرئيس نفسه طيار. بنقول بقى إيه يعني؟ الراجل ده كويس، فاهم كويس جدا إن الطيارة دي ما تعملش الكلام ده. بس احنا بنطير الارتفاعات 43,000 قدم. الإنسان ما يقدرش يعيش على ارتفاعات أكتر من 10 في متوسط 10,000 قدم. فلما بيحصل عيب في الضغط فلازم ننزل من 43 لغاية 10,000 في أسرع ما يمكن. فاحنا بنتمرن في الأجهزة وبنتمرن على الطيارات، ما بنقدرش نجيب أكتر من 7,000 قدم في الدقيقة. أقصى حاجة بنوصل لها إن احنا ننزل ب 7,000 قدم في الدقيقة. بغض النظر عن طراز الطائرة، بحسب في أي طيارة، في أي طيارة من 7 لو وصل 8 يبقى يعني حاجة عظيمة جدا جدا. فعشان ينزل أكتر من كده، عشان الطيار ينزل الطيارة وهي لسه طيارة، مقومات الطيارة تقاومه، لأن الطيارة كل ما زاد السرعة كل ما أثر على أجنحة الطيارة تحاول الطيارة تطلع تاني. ولذلك احنا عشان ننزل في فرامل هواء، يعني بنطلع عوائق في الأجنحة علشان تحوش، يعني تقلل السرعة عشان تسقط الطيارة أكتر. يعني بنقفل المكن ونطلع فرامل هواء ونزق العصاية على قد ما نقدر، وبننزل ب 7,000 قدم في الدقيقة. لو حاولنا ننزل اكتر من كده السرعه هتزيد مننا، ولو السرعه زادت الطياره هتطلع تاني لوحدها. طيار، اي طيار، بص حضرتك، اي طيار يعلم تماما ان الطياره دي ما تعملش اللي اتعمل، الا كانوا هم راحوا جابوا سيميليتر واذاعوا. اشمعنى دي الحاجه الوحيده اللي مش عاوزين يعملوها؟ اشمعنى دي الحاجه الوحيده اللي مش عاوزين يذيعوها؟ خليني اقولها، هم انا عارف ان هم عملوها هناك، لكن ليه مش عاوزين يذيعوها؟ لانه على حسب علمي والمعلومات اللي وصلت لي انه لا، ما يحصلش. اللي عايز ينتحر ما ينتحرش هنا. اللي عايز ينتحر
في حتت، يعني زي ما قلنا في الاول الطياره بتطير بسرعه، طول ما فيها سرعه صعب انك تتحكم فيها. لكن الطياره دي وهي طالعه بمطار جون كينيدي بالحمول اللي كانت عليها، بعد ما تجري تجري تجري، واول ما تسيب الارض السرعه بتبقى واطيه جدا. وهو قفل المكن على فكره فوق، فكان الفكره دي موجوده. لو قفل المكن في اللحظه دي، هو ده مكان الانتحار، هو ده مكان اللي الطياره فيه اكيد هتتكسر 100 حته. سيقولون إن الطيارين لا يفهمون، فليأتوا إذن بطيارهم. سيقولون إن أجهزتنا لا تصلح، فليأتوا إذن بأجهزتهم، أو على الأقل فليجيبوا خبراءنا حين يتساءلون عن تلك اللحظة الحاسمة. اللحظة اللي بدأ فيها دول يتحركوا امتى؟ السرعة كانت قد ايه؟ زاوية الصعود كانت قد ايه وزاوية النزول كانت ايه في اللحظة دي؟ لأن هي دي اللحظة الحاسمة في وضع الطيارة. لأن هي دي اللحظة اللي أنا في تخيلي إن جسم الإنسان العادي لا يمكن يقدر يتحمل الضغط اللي هيحصل عليه من تغيير زاوية النزول الفظيعة إلى الطلوع برضه بشكل حاد. في اللحظة دي إن الناس اللي في الطيارة يعني ما كانوش موجودين. ماذا يمكن أن يكون قد حدث لهم في هذه اللحظة؟ يعني في تخيلي إنهم يعني حصل لهم حالة يعني مش عايز أقول إنها بقى أصبحوا جزء زي الصلصال كده، أو انكبسوا بعضهم، أو يعني لازم يكونوا توفوا في هذه اللحظة نظريا.